يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر، وذاك المجتمع ما فيه منكر، وكل كان مشغول بحاله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله، وكانوا في منافعهم سوية إذا نادوا بعضهم ما تعيا، ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجماله. وكان الشخص يسمع قول عمه إذا ناداه حالا راح يمه، يلبي لو طلب روحه ودمه، وهذا سلم رواد الشكاله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة، وزاروا بعضهم في نصف ساعة ولو ما يشربون إلا بياله. وكان الغيث ينزل كل ليلة نرى المطلع علينا سلسلة، وصارت الأرض الخضرة جميلة وشكل العشب من شفه ساله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. وهذه كانت أحوال القدامى إذا استسقوا هطل وبل الغمامى، عليهم يا عرب مني سلاما عدد من يذكر الله بابتهاله. وفي هذا الزمن قل التراحم بعد ذاك التواصي والتلاحم، على العصيان يا كثر التزاحم إذا قفا شر جا شر بداله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. كثير الناس يهوون التقاطع بعد ما كان نجم الوصل ساطع، بار السيف الحسد مسلول قاطع، كثير من هاجر عمه وخاله. ويا كم واحد يحسد قريبه على شانه تغانى يا مصيبه، ما وده اخوه يتهنى نصيبه تشوفه ينتظر ساعة زواله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. وحنا في زمان وضعه الشر تغلب في طباعه داعي الشر، قليل ما تجد لك كلمة بشر فقدها الرجل حتى في عياله. نصلي في السنة 20 مرة للاستسقاء ولا هلي قطره، بلانا من معاصي مستمرة ترد الخير عنا بأي حاله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. ختاما يا رجاجل اسمحوا لي فأنا وضحت مما شفت حولي، وكان اخطيتكم ووضحوا لي فأنا شاعر قصيد راس ماله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة،
وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله.